السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين. رمضان كريم وعيد سعيد عليكم. خلاص فاضل أيام بسيطة هنستقبل العيد الصغير إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني جدا جدا، أحلى اخوات في الدنيا اللي متابعيني طبعا على قناة يوميات أم حياة. بجد بجد أنا بحبكم جدا جدا في الله. ويلا بينا النهارده فيديو مشتريات، هيكون مشتريات كتيره طبعا لاولادي كلهم، بس انا صراحه عملت فيديو لحياه. فانتوا عارفين يعني حياه اكيد المودلز بتاعنا لازم تلبس الحاجه وتوريها لكم. فيا رب الفيديو اللي انا هنزله قبل ده يعجبكم وتتفاعلوا عليه كتير واسمعوا كلامها بقى زي ما قالت لكم في الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك، ولو وصلتوا نسيتوا تحطوا لايك روحوا حطوا لايك لاختكم. ويلا تعالوا نشوف احنا جبنا ايه النهارده في مشتريات العيد. طبعا الشوز ديت طبعا عامله ترند جامد جدا. اسمها ايه دي يا وعد؟ كونفرس جديد. الكونفرس الجديد، هو ليه اسم كده بس احنا مش عارفينه صراحه. الكونفرس ده عامل في كل حته 450. انا صراحه خدته بكام يا وعد؟ ب 300 ب 290. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما بس هو اكيد خامات نازله منه، بس انا عايزه اقول لكم ان الديزاين بتاعه حلو قوي. وبصوا عامل ازاي، حلو جدا جدا. انا شايفه بجد بجد ان هو سعره حلو. ليه بقى طالع منه ابو 1000 وحاجه؟ ليه؟ ما احنا نقدر نجيب ابو 290 وهيمشي الحال، ومحدش هيجي يسحب بطاقتنا ويقول لنا هاتوا البطاقه وده من ابو كام وده مش ابو كام. المهم ده كان الشوزه بتاعه وعد. هي حابه قوي جدا جدا ان هي تجيبه، وهو على فكره يمشي صبيان وبنات. اوكي. يا رب بس افتكر اقول لكم كل الاسعار. ده 290. تعالوا بقى ندخل على المصيبه الاكبر، الا وهي الشوز بتاع جاسر. انا مش عارفه انا ليه بدات بالشوزات، بس يلا ما علينا. ده الشوز بتاع جاسر. طبعا ده الهاي كوبي منه. هو برضو ليه اسم كده هو عارفه، يعني هم الاولاد ما شاء الله عليهم بيحفظوا اسامي الماركات بتاعه الكوتشات وكده. اهو بصوا اهو، انتوا اكيد هتعرفوا الكوتشايه ديت، بس ده طبعا الهاي كوبي منه. ده جايبها ب 500. طبعا انا مستغليه جدا جدا، بس انا ابني عشان خاطر بقى يعني شاب وكده 15 سنه، فبينزل يجيب كل حاجه بنفسه، والحمد لله خف من على كتافي كتير جدا جدا وعقبال الباقي. اهو بصوا ده ب 500 زي ما انتوا شايفين كده. والشراب ده لوحده جايبه الشراب ده لوحده جايبه ب20. بصوا هو شكل كده شراب برضو طالع للشباب اهو زي الشطرنج. بصوا عامل ازاي. طبعا هو عامله كده عشان هو كان قايس الطقم. طبعا انتوا عارفين اي حد جايب طقم جديد بيقعد يقلع ويلبس وكده اهو. تمام. يلا تعالوا نشوف. وده كوتشي، يعني ابو العيال مش هيلبس كوتشي جديد، لا هيلبس كوتشي جديد طبعا. ده الكوتشي بتاع جوزي، حلو جدا جدا على فكره. برضو الماركه بتاعته حلوه جدا جدا، والخامه بتاعته ممتازه. ده ب 350. انا عايزه اقول لكم ان انا حابه الديزاين بتاعه او الماركه بتاعته، يعني انا حابه التقفيل بتاعه واكتر من اللي هو ده بتاع جاسر، لان انا ده اللي جايباه وده كان ذوقي اهو. ده زي ما انا قلت لكم ب 350. هي على فكره اسعار الحاجه غاليه جدا جدا، بس يلا كل سنه وهم طيبين. وهنا الكوتشي بتاع بودي حاطط شراباته في الكرتونه بتاعه الكوتشيات. انا عايزه بس بسرعه بسرعه عشان الفيديو مش عايزاه يطول جدا كده. بصوا ده الكوتشي بتاع بودي، بصوا عامل ازاي. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. بصوا ده الشكل ده اللي عليه اهو. تمام اهو، شكله حلو قوي وفي زي بيج كده من تحت. وخامته حلوه جدا ونضيف جدا. ده كان عامل 290 او 280 حاجه زي كده. طبعا ايام بقى الموسم والحاجات دي كلها ما بيبقاش فيه فصال،
يعني يمين شمال بتفاصلي هتتعبي قلبك وهتتعبي نفسك على الفاضي. تمام. تعالوا ندخل على الهدوم بتاعه وعد. يلا. طبعا انا ولادي كلهم قايسين الحاجه، والحاجه ايه طبعا مقلوبه وحالها مش تمام، بس لسه الحاجات دي كلها هتتكوي، هننزلها المكوى وكده اهو. بصوا الجلابيه دي جلابيه حلوه جدا، برموده، هي مش طويله، هي برموده. دي بتاعت وعد بنوتي 13 سنه، فشكلها جميل جدا جدا عليها. عايزه اقول لكم ان الكم بيبقى تلت كده، وان هو بيبقى الجلابيه دي بتبقى برموده، بس هتلبس تحت منها بنطلون كارينا اسود، فهو ده كان شكلها كده. عايزه اقول لكم ان هي في اللبس حاجه تانية خالص اهو. لو وعد ترضى تلبس والله كنت خليتها تقيس وعملت فيديو زي بتاع حياه، وليه رباط كده من ورا بتتجسم الحته دي اللي هي من قدام. الجلابيه دي كانت عامله كام؟ 250. انا على فكره اكتر حد بينسى الاسعار، مع ان الحاجات دي لسه يعني اسبوع، يعني لسه جايباها من اسبوع. 250 الجلابيه دي. عايزه اقول لكم ان الخامه بتاعتها حلوه جدا جدا والله العظيم، ورخيص جدا جدا عليها 250 اهي. تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. انا بصوا انا هطبق بقى، انا هطبق ايه معاكم كده عشان في الاخر الحاجه شكلها تبقى ايه حلوه كده ومترتبه. طبقت المحلات بقى بس مش قوي يعني. يلا نشوف اللي بعده. وبرده وعد عجبها اللي هو ده ما يبانش الا في اللبس اهو. البادي ده طبعا البادي ده معروف ونازل جدا جدا ترند، اللي هو عامل زي اسمها ايه اللي هي السلسله بتاعت الستاير، اسمها ايه البرائع، انا مسمياه عامل زي البرقع. بصوا والكم بتاعه الديزاين بتاعه حلو قوي ورقيق جدا جدا. ده كان عامل كام يا وعد؟ 250 او 300 حاجه زي كده. تمام. انا بس حابه ان انا اقول لكم الاسعار، لان في ناس كتير بتقعد تقول ايه احنا ما قلتيش الاسعار ليه في الفيديو اهو. وهو من ورا بصوا هوريكم من ورا في استك، يعني الحته دي استك اهي بصوا استك، فهو يبان ان هو صغنن بس لا هو بيمط من ورا كده. تمام اهو. ده جايباه هتلبسه على بنطلون اسود، ده هي كانت جايباه بنطلون الباجي اللي هو الاسود طبعا. وعد كل شويه اكلمها فايه. وايه تاني وجبت لها تيشيرت كده، تيشيرت اسود. تمام. وجابت حاجه تاني وجابت تيشيرت تاني اهو. طبعا الحاجات دي كلها لسه هتتكوي. التيشيرتات دي بتبقى هي قصيره كده، بتيجي على يا دوبك على الكمر، يعني مغطيه يعني الكاميرا بتاعت البنطلون اهو. التيشيرت ده بكام؟ ب 150. التيشيرت ده ب 150. عايزه اقول لكم ان هو لقطه والله بجد، وخامته حلوه جدا وقطن وناعم جدا، يعني حلو. يا بلاش والله 150، ما بقاش في حاجه اساسا بقت ب 150 والكلام ده كله. كنت جايبه لها برضو ب 150 حاجه زي كده. تمام. في بقى بنطلون بقى طالع صدمه، انا طبعا ما كانش عاجبني جدا، اسمه الباراشوت. يلا تعالوا نشوف الباراشوت مع بعض. بصوا ولادنا دول هيورونا العجايب، وطبعا احنا كنا زيهم برضو ونجيب الحاجات اللي على الموضه وكده. ده البنطلون الباراشوت عامل ترند جامد جدا جدا، ووعد طبعا بتحب تمشي على الترندات قوي اهو. البنطلون اهو طبعا شكله في اللبس حلو، يعني عامل زي سندباد. انتوا عارفين انتوا افلام كرتون سندباد زمان اهو. البنطلون ده الباراشوت وليه جيب من هنا ده جيب اهو، جيب من هنا وجيب من هنا والاساتك وكده اهو. هو بصوا عامل زي المشمع، سامعين؟ عامل زي ايه المشمع اهو. تمام. وفي زي كسرتين كده من عند الركبه، هي حبت تجيب اللون الاسود عشان يبقى ماشي مع الالوان كلها. ممكن قدام شويه لو حبته يعني في اللبس وكده تجيب منه اللون كان عاجبني اللون اللي هو
اللون الزيتي حلو قوي، عجبني التقسيمه بتاعته. وفي طبعا بنطلون اسود، ده كان هو الباجي دوت، بس هي لبسته كده. وفي البنطلون ده كده كحلي، فيه زي خربشه كده برضو، هتلبسه على الباديهات اللي عندها. تمام، هي عندها بناطيل ما شاء الله كتيره جدا، غير طبعا اللي مغسولين وكده. تعالوا نشوف ايه اللي في الكيس ده مع بعض. يعني انا ماليش نفس ولا ايه يا جماعه؟ لا طبعا ليا نفس. ده الاسبدرين دوت، انا بحب جدا جدا الاسبدرين ده. ده بيبقى فلات كده وحلو قوي قوي في لبس، مريح جدا. عندي منه اللون الابيض، جبت منه اللون هقول لكم ده اللون الشاي بلبن، حلو قوي قوي قوي، وسعره رخيص جدا ب 250. تحفه والله، يستاهل اكتر من كده، لان الابيض التاني انا مجرد ما بغسله بيرجع ابيض وجميل. حتى القاعده دي بتاعته او اسمها ايه دي اللي من تحت دي كده بتبقى بيضه برضو، شويه فيري كده وكوريكس، وبنضفه بيبقى زي الفل. تمام، ده زي ما انا قلت لكم كده. انا قلت لكمش البنطلون الباراشوت ده بكام؟ ب 300. البنطلون الباراشوت ب 300، والتاني دوت عامل 200. تمام. وايه تاني؟ انا ماليش نفس يا جماعه يعني، ولا ايه؟ مش انا لازم اعيد معاهم ولا ما عيدش يعني؟ اللون ده انا اول مره اجيبه، بس مش عارفه ليه جبته، بس قلت يلا نجيب اللون ده اهو. هو عباره عن سويت شيرت كده، عليه كتابه من هنا ومن ورا ساده. هو نظام قصير من قدام، قصير كده من قدام وطويل من ورا اهو، وساده خالص خالص، ما فيهوش حاجه. دوت اللي بيتقال عليه الاوفر سايز. طبعا طالع جدا جدا الهدوم الواسعه الاوفر سايز والكلام ده كله. جبت عليه طرحه اللون ده. طبعا انا كنت عايزه لسه الف واجيب بنطلون وكده، بس خلاص بقى انا تعبت وكده وكان الوقت وخلاص والاذان المغرب. جبت عليه الطرحه الجامده دي، حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان انا لفيت كتير عشان الطرحه، اكتر حاجه لقيتها لايقه هي الطرحه دي صراحه. ماشي اوكي، ده كان الطقم بتاعي. والشوز عايزه اقول لكم انا مطقمه يا جماعه. بصوا الشوز كمان طرحه. استنوا بس الاكياس نحطها على جنب اهو. ايه رايكم؟ حلو. انا عايزه مستنيه على فكره ارائكم في الكومنتات تحت. بس بصوا اتفرجوا بقى على الفيديو للاخر كده وقولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي انا جبتها. دوت عامل 300 تقريبا و50. ده 350. السويت شيرت بتاعي ده 350 والطرحه 85. والشوز زي ما انا قلت لكم 250 بس كده. بصوا بقى نحطه هنا كده ونحط عليه ايه الطرحه. وايه تاني؟ تعالوا بقى ندخل ايه على لبس ايه. يعني ابو العيال بعد ما دفع ده كله ما يجيبش حاجه لنفسه؟ لا طبعا، هو ناسي نفسه بس احنا مش هننساه. جبنا له ده ذوقي يا جماعه، التيشيرت ده ذوقي انا. هو ساده خالص خالص، الشغل كله من هنا من ورا. عايزه اقول لكم ان هو خامته حلوه جدا جدا وشياكه بجد قوي قوي. انا كان نفسي اجيب له البنطلون اللي هو الباجي اللي انا جايباه ده لبودي، بس بقى ايه خفت ان انا اجيبه وما يعجبوش وكده، فانا جبت له صراحه جاسر هو اللي نزل جاب له ده على ذوقه اهو. البنطلون اللي انتوا شايفينه ده اهو، يبقى التيشيرت ده على البنطلون ده. ايه رايكم؟ هو فيه خربشه بسيطه لان هو ما بيحبش نظام التقطيع والكلام ده كله، فاحنا جبنا له تقطيع حاجه هاديه كده وبسيطه عشان ما يتضايقش منها. البنطلون ده سعره 400 جنيه ما يغلاش عليه، والتيشيرت دوت سعره 350 اهو. ده التيشيرت وده البنطلون. تمام كده. يلا ايه تاني؟ حاجه بودي بقى. حاجه بودي زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم ان عندي عبد الرحمن في سنه رابعه
تمام. 10 سنين، سنه محير جدا اهو. بصوا ده وبصوا ده اهو. الاوفر سايز طبعا المقاسات دي كلها بتبقى اوفر سايز وبتبقى واسعه. المقاسات دي كلها جبت له صراحه 3 تيشرتات، لان هو بالسن دوت انتوا عارفين ان هو ايه ما شاء الله بيفرد على طول. وهو جبت له 3 بناطيل بتوع ال3 تقومه. جبت اللي هو البنطلون اللي هو الباجي ده، عايزه اقول لكم ان خامته حلوه قوي. التيشيرتات كل تيشيرت ب 280، كل تيشيرت ب 280. بصوا البنطلون ده وشياكته، عايزه اقول لكم ان هو شيك شيك يعني عليه. بودي لابس الطقم، هو اللي محل الطقم مش الطقم اللي محليه بجد. عسل بودي اهو. بصوا تمام. والبنطلون التاني ده ب 250 برضو، بنطلون باجي اسود ليه جيوب كده واسع حلو يعني، مقاسه جميل جدا جدا عليه اهو وبيمط كمان. وجبت البنطلون ده كمان، ده بقى ب 300 جنيه بالعافيه. هو الجنس دايما معروف ان الجنس غالي جدا اهو. بصوا كله نظام التقطيع بقى اللي نازل ده كده، مقطع 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 مقطع. انا نفسي على فكره يعني، انا ماليش نفسي يعني البس حاجه مقطعه. بس بقى وجايبه الشماعات دي جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هي تحفه في الهدوم قوي يعني. في البناطيل دي جميله جدا الشماعات دي. بصوا ممكن تاخد لك ايه يعني، بودي واخد 3 بناطيل بتاعته، وممكن كمان تحط بنطلون تاني يعني، ممكن تحطي تعلقي بنطلون تاني اهو. بصوا بيتدخل ازاي كده. هو احنا مش يعني مش ريفيو على الشماعه ولا اي حاجه، بس انا بوريها لكم ان هي حلوه، فكرتها حلوه قوي اهو. بصوا كده اهي. بصوا بناطيل، بصوا بتبقى نازله ايه ورا بعضها كده، واخر بنطلون اهو. وممكن على فكره نجيب بنطلون كمان ونحطه عادي جدا اهو. البناطيل علقناهم تمام كده تمام كده. تعالوا نشوف حاجه جاسر. ده حاجه جاسر، تيشيرت الاوفر سايز. الاوفر سايز ده طالع موضه جدا جدا، المقاسات اللي هي الايه الاوفر سايز الواسعه تمام. جايب التيشيرت ده، وجايب كمان التيشيرت ده حلو، حبيته انا قوي ده. بصوا هو اسود كده من ورا، الشغل كله طالع موضه، الكتابه كلها بتيجي من ورا كده اهو بالشكل ده. تمام. طبعا كل تيشيرت جايبه ب 350، وفي واحد منهم ب 390 يعني، مش عارفه انهي فيهم اللي ب 390، بس هي دي اسعارها. وايه تاني، وجايب برضو بنطلونين اهو. ده بنطلون جاسر ابني، وده على فكره ذوق جاسر يعني، انا ما بنزلش معاه. بصوا من تحت البنطلون عامل ازاي، عايزه اقول لكم ان هو فيه تقطيع من ورا ومن قدام والله العظيم. يعني احنا زمان البنطلون لما كان يتقطع سنه كنا بنرميه، اما دلوقتي البناطيل هي جايه متقطعه اساسا جاهزه يعني اهو. بصوا فيها تقطيع من هنا وتقطيع من هنا من عند الركبه. ده ذوق على فكره جاسر. التيشيرتين تمام، وفي تيشيرت تالت بس هو لابسه. وكمان البنطلون، لا الشورت ده اهو، الشورت برضو اهو. هو حابب ان هو يجيب شورت برضو، فهو جاب ايه الشورت، يبقى جايب بنطلون وشورت تمام كده. يا رب اكون وريت لكم كل الحاجه. البنطلون ب 490 حاجه زي كده، والشورت سوري ب 300 وحاجه. معلش جدا انا مرهقه جدا جدا طبعا. بقالي اكتر من اسبوع عماله انزل واجيب الحاجات، وانتوا عارفين الزحمه والمقاسات، وانتي بتبقي حابه تجيبي حاجات موديلات كده معينه في دماغك وكده، فالحمد لله. بس يا رب تكون الحاجات اللي انا وريتها لكم عجبتكم. وكمان في حاجه هنا تاني عايزه اوريها لكم، ترنج بودي. استني بس احط ايه، انا الحاجات عندي كلها متلخبطه.
ده ترنج بودي جايباه من تيتا ولاء، اللي انا عملت برضو ريفيو مع حياة، شوفوا اللي هو الفيديو بتاع المشتريات، جايبين برضو منها ترنجات حلوة قوي، وقايله ان دي من عندها. هي بتجيب من مكاتب الترنجات المستورده النظيفه، الخامات القطن البيور الحلوه. لو حبيتوا تتواصلوا معاها واتس، وبتعرض كل الموديلات اللي هي بتجيبها بالاسعار بالمقاسات. تمام. طبعا واكيد اكيد اكيد مش عايزه اقول لكم، يعني اي حد من طرف ام حياه طبعا هتعمل معاه احلى واجب، بس انتوا اطلبوا بس الرقم وانا هبعته لكم. بصوا هو عباره عن، هو المفروض ترنج، بس انا شايفاه من وجهه نظري انه مفيش حاجه اسمها ترنج، ده خروج. يعني بصوا التيشيرت عامل ازاي، شياكه بجد بجد. هو لونه لونه سيمون، بس مش عارفه الرينج لايت ضارب عليه مديله لون ايه، مش عارفه انتوا شايفينه لون ايه، قولوا لي كده في الكومنتات انتوا شايفين اللون ده ايه. وده البنطلون بتاعه، بصوا في نفس البادج اللي هو محطوط على التيشيرت من هنا اهو، نفس البادج. وعايزه اقول لكم خامه تحفه 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 بجد، يعني مفيش حاجه اسمها ايه ترنج بيت، لا ده ترنج الوقفه اهو. هنا بقى ده زي القطعه الثالثه، بصوا عامل ازاي، وبسوسته برضو محطوط نفس البادج هنا وهنا، ومن ورا نفس البادج اللي هو على التيشيرت. حكايه، هو شكله حكايه. وجايبه له برضو ترنج تاني بس هو لابسه، هو لبسه يعني وكده. بس كده، هي دي كل المشتريات. الترنج دوت عامل 500 جنيه. تمام. هو والله العظيم بجد بجد سعره تحفه جدا، لان هو 3 قطع، وانتوا فاهمين يعني ايه 3 قطع وقطعتين. وعلى فكره ممكن يستخدم القطعه اللي هي دي على بنطلون جينز عادي، ويتلبس على تيشيرت ابيض، هيبقى برضو شياكه جدا. يعني بصوا الترنج ده هيستغله في كذا طريقه لبس، يستاهل صراحه السعر بتاعه. بس كده، فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون الحاجه كانت واضحه، وشفتوا الحاجه وحبيتوا الفيديو، واستفدتوا من الاسعار برضو اللي انا قلتها، وذوقي كان عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اخر الفيديو باللايك، والدعوه الحلوه منكم، وتعليقاتكم اللي دايما بتشجعني. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام كلها بخير وفرح وسعاده. واقول لكم في اخر الفيديو كل سنه وانتم طيبين، وباي باي.